صحاب المقاولات كيقطعوا لاسيرونس مجهوله، شنو هي مجهوله، كيقطع لاسيرونس ما كيدخل فيها حتى شي واحد، حتى كتوقع شي كارثه لشي واحد ولا لشي وحده وكيدخلها كيجري كيدخلها في لاسيرونس دخلوها هادي. ولهذا هذه الرساله هذه كنوجهها لوزير التشغيل، خص يقوم بالواجب، يصيفط اللجنات يراقبوا المعامل ويراقبوا الوزينات ويراقبوا المقاولات، اللي ما عندوش القانون ديالو يديروا له سيزي. هذا هو اللي كاين، لان الله تعالى وصلنا باش نتحاملوا بعضياتنا، ماشي انت تاجر وكتعدى على واحد اللي جاي ترزق الله سبحانه وتعالى معاك يخدم معاك باش يصور طرف الخبز ياكل وانت كتعدى عليه وكتكرفس عليه. علاش؟ راه حنا خوت في الدم ديال الاسلام، خص يكون معقول. شوف، منين كتبغيو توظفوا راه كتاديو القسم، راه الرؤساء ديال المحاكم ولا العمال ولا القياد ولا الوزراء ولا كل شيء، اي واحد راه كتاديو القسم، كتحلفوا بالله سبحانه وتعالى، كتهزوا يدكم هكا كتحلفوا بالله باش تقوموا بالواجب الوطني، وانتم فاش كتشدوا البلايص ما كتقوموا لا بالواجب الوطني لا حتى حاجه. كنا كتحشموا شي شويه، راه حنا كنا خوت في الدم ديال الاسلام.